رسالة هامة من كابتن محمد أبو تريكة لريبيرو بعد التعادل مع فريق غزل المحلة في بطولة الدوري، والأهلي يفقد 4 نقاط في أول 3 مباريات له، حيث وجه تريكة رسالة هامة وتصريح مهم جدا جدا لريبيرو. ولكن الأول يا أهلاوي عظيم، قبل ما تسمع التصريح القوي من أبو تريكة دعم تصريح تريكة بلايك. أيوة، اعمل اللايك والشير في كل مكان، علشان ده كلام مهم جدا جدا من كابتن أبو تريكة، حيث قال تريكة في تصريحاته: حتى بعد فوز الأهلي على فاركو ثقتي في ريبيرو ما كانتش زادت، وفضلت عندي نفس المخاوف، لأن ببساطة الأهلي بعيد وبعيد قوي عن الشكل اللي كنا ممكن يبدأ بيه الموسم، ودلوقتي بنبعد أكتر، والقصة مش 3 ماتشات اتعادلت 2 وكسبت ماتش، لا، القصة إنك فنيا لسه متخبط كل ماتش بتغييرات جديدة، ولسه تايه بتدور على هوية للفريق، وبدنيا معدل إصابات مرتفع بيعكس ان في مشكلة، ونفسيا انا مش قادر افهم حالة عدم وجود دوافع واصرار من اغلب اللعيبة الا بشكل فردي زي زيزو اللي عنده دوافع شخصية او كام لاعب تاني. الناس النهاردة بتقول عملنا فرص على المحلة، ما هو يا حبيبي طبيعي تعمل فرص، البنك والجونة وسموحة كلهم عملوا فرص اكتر على المحلة، انما انت ما تعلمتش من ال3 فرق وفشلت زيهم انك تسجل في المحلة. عملت فرص بس فاعلية زيزو عملت فرص، بس بدل ما تزود لعيبة عندها القدرة على التسجيل، تبديلاتك كلها كانت بنظرية مجدي عبد الغني، قصب بقصب، طلع جناح نزل جناح، طلع جراديشار نزل شريف، من غير اي محاولة انك تعمل زيادة عددية. الاهلي اخذ قرار برحيل كولر وهو مدرب حقق 11 بطولة، لان اللي اتقدم في الموسم الثالث لكولر كان بعيد جدا عن الاهلي اللي احنا عايزين نشوفه، ورحنا عملنا صفقات رفعت قيمة الفريق لاعلى قيمة تسويقية في تاريخك، فطبيعي الجمهور كان منتظر مش بس نسخة تتقارن بنسخة أهلي كولر في أول 2 سنين، لا، ده نسخة أفضل كمان. فالنتيجة إن لحد دلوقتي الناس لقت ده، إحنا بالصفقات بنقدم نسخة باهتة جدا، وعشان كده رد الفعل اللي فيه صدمة من الناس له مبرراته النفسية واضحة جدا. هتقول لي ايه الحل؟ هقول لك حل واحد، انك توصل للهدف والنتيجة والشكل اللي كولر مشي علشان يتحقق، وتوصل للهدف ده ايا كانت الطريقة. ورسالة اخيرة لكتير من اللعيبة، كان في لاعب اسمه صالح جمعة وهو تقريبا اكتر لاعب في تاريخ الاهلي اتوقع عليه عقوبات، ومع ذلك لحد ما مشي الجمهور كان بيحبه، وعارف ليه؟ لانه لما كان بيقعد بديل بالشهور وطوب الارض بيلعب عليه، لما كان بينزل في اي مرة حتى وهو في اسوأ حالاته كان بيحاول يسيب بصمة ويكسب الفريق، وبيلعب بروح وما بيفكرش بعقلية انه يعاقب المدرب فيعاقب نفسه.